الناس هتيجي بس هيبقى الفلوس قليله قوي عشان وقت أسوأ فترة بصراحة، أسوأ فترة. الزمالك ده جاهل عودة الدوري وهيروح المعسكر بتاع الإمارات لأنه مش ضامن إنه هيرجع تاني. لا مش موضوع الإمارات، عندنا أسبانيا بقى. وأسبانيا اللي هنخلص تقريبا على 1 احنا متجاهلين غالبا هنتجاهل يعني، أو غالبا هنقول إن إحنا عملنا لحد قبل ما تأمين الدوري. لو الدوري هيتلعب ما كانش دورة أبو ظبي هتلعب حازم عندي سؤال دكتور يعني. لا انا معترضه جدا على موضوع الاداره بتعمله عشان ما تعملش ازاي حضرتك مستمر معاك بس موضوع يعني احنا كلنا شايفين ان حضرتك ما ينفعش تستمر مع الدوري بجد. الماكس طبعا ليه حاجات فرديه مش كويسه. كمل يا عم بنادي عليك. انت يا عم ساعة الجد بيمشي. لا بقى يلا روح على المشكلة إن في حاجات حصلت فردية كده عملت مشكلة بيننا وبين بعض. حصلت دلوقتي الناس عايزة تعمل حاجة تتعلق بالمفاهيم المادية. مفيش فلوس خالص. والاول ما راح متخيلة أول شغل بقى عندنا مشكلة ازاي؟ مفيش إيرادات. مفيش إيرادات. أنت عندك إيرادات دايما على في فيديو ولا؟ لا الاشتراكات حوالي 15 مليون مثلا في شهر 6 و7 دول. كان السنة مثلا 3 أو 4 الباقي ما دفعش. الباقي بقى تبعت المهم يعني اللي بيجي لنا فعلا يعني. وبيجي لي الكورة هو ده اللي دخل فلوس الكورة بقى. ولا طبعا والمحلات بتجيب فلوس طبعا كتير. كابتن حازم هو دلوقتي فييرا نفسيا مش مرتاح مع الفريق. مش مرتاح مع الفريق تمام، وانت حضرتك طبعا مع ادارات بس خلاص تمام. يعني كنت معاه امبارح في المطار. بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، احنا مش عايزين يتكرر ده يا كابتن. كابتن حازم يعني الكلاش اللي هو موجود فيه دلوقتي مش عايزينه يتكرر تاني لسبب ان احنا داخلين في افريقيا مش مؤهلين ان احنا نخرج. هو عنده ميزه بصراحه، انا قعدت معاه قلبه عن النتيجه. هو شايف كل حاجه يعني حاسس تكمل يعني في عادة ناس عايز تعمل كل حاجه بايدك يعني هو عايز يعمل كل حاجه بايده، فطبعا في مشاكل اكيد. هو جاي في اسوء فتره، كل ما فيش ماتشات ومفيش كوره والدنيا فاضيه، حالة الملل اكتر، مشاكل اكتر. مشاكل يعني عارفه لو تروح مثلا شغل تروح ما تشتغليش في ملل وفي مشاكل انك بتعيش حاجه غصب عنك يعني مرن في اللاشين يعني. طب حازم فعلا الموضوع لسه اتكلم معاك في الاول ان الناس صغيره ده خلاص. هو الملعب صاحب وجمهوره بيه مجنون واللمسه منه تجيب الجول. حسام يا ثعلب تسلم لنا اخلاقك العاليه وخلينا حكايه لو فات سنين امام الموهوبين كان نلعب واخلاق ودين.